السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اللي بيحبوا الحاجات السهلة، تعالوا بينا النهاردة نعمل فطاير كده في الطاسة. مش هتاخد مننا بالظبط غير ربع ساعة. نحشيها اي حاجة موجودة عندنا في البيت، وبالظبط تستوي في 3 دقايق. نحطها على لحم الطاسة ومقولكوش بقى على الجمال والحلاوة. ونقدر نحشيها اي حاجة تنفعنا في اي وقت. عشان مستعجلين عايزين نعمله جوع اخر الليل، مش عارفين ناخد معانا ايه الصبح المدرسة او الجامعة. حاجة كده جديدة ولذيذة وسهلة جدا، ومش هتاخد منك اي وقت. مقولكوش بقى على الجمال والحلاوة. هجيب عندي كوبايتين دقيق، احط الكوباية التانية. بعد كده بقى اجيب معلقة صغيرة سكر. بعد كده هحط رشة ملح كده بسيطة لا تذكر. بعد كده بقى هحط معلقة صغيرة خميرة. بعد كده معلقة صغيرة بيكنج باودر. بعد كده احط معلقتين زبادي كبار، واقوم حاطة بقى كوباية زيت. ابدأ ان انا امزج المكونات دي كويس جدا مع بعض كده زي ما انتم شايفين. افضل اقلب فيها كل شوية كده، كل شوية كده اتأكدي ان هي تمام وان المكونات كلها اتمزجت في بعض. اول ما المكونات بقى تتمزج خالص كده، هجيب عندي كوباية مية بقى انزلها تدريجيا زي ما انتوا شايفين كده. وافضل ان انا اقلب في العجينة عشان اشوفها هي محتاجة مية تاني ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده انا لقيتها مش محتاجة، بس قلبتها كويس وجبت الدقيق اللي كان تحت كده في العجان. وهي بتاعتي كده خلصت. نسيبها بقى ترتاح بالظبط هم 10 دقايق مش اكتر. بعد ما ارتاحت بقى كنت دهن الطبق من تحت زيت. هي كده ارتاحت. انا عايزه اقول لكم انها من احلى العجين اللي انا مسكته. العجينه جميله جدا، يعني تحبي ان انت تشتغلي فيها. نقسمها بقى الكور زي ما انتوا شايفين. كل كور هاخدها ان احنا نفردها كده. افردها زي ما انت شايفه كده، بحيث ان انا اقفلها، يعني اقفلها زي الظرف كده وانا بحشيها. حطي اي حشوه بقى انت تحبيها من جوه. عندك بقى جبنه، مربى، لانشون. وتقومي جايبه الطرف التاني وتقومي دايسه عليها كده زي ما انت شايفه، تقفليها كويس جدا. نجرب واحده تانية. هحط طبعا الحشوه، اقوم قافلاها زي ما انتوا شايفين كده. واقوم متك عليها بطرف صباعي جامد عشان اتاكد انها قفلت. وبس كده. زي ما انتوا شايفين كده. كنت بقى بحط تحتها دقيق عشان ما تلزقش عقبال ما اخلص باقي الكميه. جبت بقى الطاسه سخنتها بسيط. بعد كده حطيت فيها 3 فطاير كده مع بعض، وكمان منجزه في الوقت، يعني انا سويتهم على مرتين بس. زي ما انتوا شايفين حطيتها اهو، غطيتها بقى وكانت بدات تستوي، فقمت قلبتها. خلوا بالكم انتوا بتقلبوها، لان من فوق من تحت بتبقى مستوت ومن فوق عجين، فانتوا بتقلبوها تملكوا المعلقه عشان ما يحصلش زي ما حصل معايا. وبس كده خلصنا، والف هنا وشوف. ما اقولكوش بقى على جمالها وتكاتها وحركاتها. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب.